وزارة الشؤون الدينية يوما ما ستقول بأن طبيعة الخطب التي ستلقى يجب أن تكون مرجعيتها مثلا مالكية أشعرية، وهذه مذهب أهل تونس. لا أدري هل هناك يعني في اليمن مثلا سي عادل جزء من الصراع بين الحوثيين والسلفيين حول هذا الموضوع، أن الحوثيون يعني وهم شيعة في أغلبهم، ولكن الدولة تقول لهم سيؤمكم. لا أدري هناك خلاف جوهري في من يلقي أمامي الخطاب. نعم، الأمور المتفق عليها وأصول ما تحبش تتكلم الشيخ لا أبدا. نعم. لا أبدا، ولكن لا أريد أن أقاطعك. نعم. أقول بالنسبة للأصول العقائدية المتفق عليها هذا أمر يعني ليس فيه إشكال. يعني نتكلم الإمام إذا أراد أن يتكلم في العقيدة الإسلامية عن أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، اليوم الآخر، الملائكة، النبيين، الكتب، الرسل، القضاء والقدر، خيره وشره. هذه أمور متفق عليها. أما جزئيات الاعتقاد التي اختلف فيها الناس قديما والتي تصنف الناس بين مشبه أو معطل مثل ما تفضلت وذكرت الأشعرية هنا، الأولى ترك ذلك. ما يثير الحزازيات والحساسيات بين المجتمع الأولى ترك ذلك، وألا تطرق الأسماء، لأنه حتى مستوى الناس أصلا ربما لا يرتفع إلى هذا، فلا يحدث الناس إلا بما يعرفون.